احنا في الستينيات وفي اصغر محل في لندن، الشاب نايجل سليتر وامه داخلين في محل بيختاروا الاكل اللي هيعملوه النهارده، وبيختاروا جميع الانواع. وقد تعتقد من النظره الاولى ان الام الشيف الشربيني وهتعمل اكل ملوش حل، بس عايز اقول لك الام ما بتختارش غير الاكل المعلب فقط، لان هو ده اللي بتقدر تعمله. وكل ما نايجل يحاول يختار اكله معينه بترفض، الام ما بتعرفش تعملها. وده بيبان اكتر لما بيروحوا البيت وتبدا تستخدم المكونات، عشان كان عايزه تعمل اكله بسيطه، اكله صغيره مش محتاجه اي مجهود، بس قوتها في الفشل بتفوقها المره دي. وبيكتفوا في تحمير التوست بس. الاب كان عايز يعيط وهو بياكل، بس ماشي يا مراتي حلوه تعيش وتعملي لنا. وانجل بيعشق الطبخ، بيتفرج عليه ليل ونهار، ولدرجه لما بيلعب مع نفسه بيتخيل نفسه طباخ وبيبيع اكل للناس وشغال في محل. وطبعا ابو انجل مفكر ان ابنه عبيط او في حاجه في دماغه، التخيلات بتاعته مش قادر يفهم انجل مثله الاعلى جوش ده شغال عند انجل واهله، لان لو ما تعرفش في الفترة دي أنجل يعتبر من الطبقة العالية هم وأهله، والباقيين حقراء، وجوش يبقى صاحبه الوحيد. بيشوفه بيعمل كل حاجة، بيقتدي بيه حتى وهو بيغير لبسه، وكمان بيخليه يجرب حاجات غريبة ما جربهاش قبل كده، زي إنه ياكل الخضار من غير ما يتغسل. وده كأن أنجل بيتهور وبيعمل حاجة عمره ما جربها. في يوم أنجل قال لهم سيبوا لي أنا الطلعة دي، أنا اللي هعمل العشاء بتاع النهاردة. وبدأ يجيب الأسباجيتي، واللي كان بالمناسبة حاجة جديدة ولسه معمولة من إيطاليا موجودة في لندن. فالأم مستغربة، طب البتاع ده هينكمش إزاي في الأكل؟ طب بيتعمل إزاي؟ قال لها إن هو اللي هيعمل. فعلا عمل حته دين طبق، وكان مستعد ومستني الاب ياكله ويشوف رد فعله. الاب اول ما اكله مش قادر، الام ما رضتش تاكله، حس ساعتها بالاحباط. مش ده رد الفعل اللي هو كان مستنيه، بس الام بتتعب، عندها ربو او مشاكل في التنفس. فراح لصاحبه ابو الافكار بيساله هي ليه امه بتستخدم الجهاز ده، وقعد يوصف له. ابو الافكار قال له محلوله، دي حامل يا صديقي، حامل امي زيها بالظبط، قعدت تستخدم الجهاز ده مرتين ثلاثة ومعاها دلوقتي 4 أولاد. فرح لصديقه القدوة، هو إزاي أعرف إن أمي حامل أو لأ؟ بس ما كملوش وبدأ المطر ينزل عليهم. المفروض إنه هيمشي، ولكن جوش خلاه يفضل قاعد معاه، والاتنين بيستمتعوا بالمطر وهو نازل عليهم. وده برضه تهور لابننا عمره ما عاشه، فكان مبسوط بيه جدا مع جوش. ولكن الفرحة مش هتكتمل، لأن في يوم من الأيام وهم رايحين على عطلة صيفية على البحر، والأب شاف الطفل اللي ماشي يا ولاد عيب غطي الولد. ما كانش عاجب الأب المنظر السوكن مش حضاري اللي هو شايفه، بس ابنه قال له عادي، الناس بتغير عادي. ولمح انه شاف جوش وهو بيغير. الاب فهم الموضوع غلط، هو سأله أسئلة زي هو عمل معاك ولا بس الأم توهت الموضوع. بعدين الأب قال له علشان ياكل الأكل بتاعه، بس ابننا ما بيحبش الأكل ده، وبدأ يشيل الصوص اللي ما بيحبوش. الأب اتضايق واتنفس وقام خد الأكل ورماه لبعيد. فالابن متضايق وغضبان من أبوه سابه ومشي، والأم الحقها بسرعة تتنفس. تاني يوم راح مع أبو الأفكار يجيب أكلة، بس المرة دي مش هيعملها لحد، بل هيعملها لجوش، لأنه عارفه بيحب التونة. اختار الأكلة خلاص وبيظبط فيها، قعد بالساعات يظبط في الأكلة، ويفاجأ بأن الشخص الجديد اللي جه مش جوش، بل الشخص الممل اللي جاب له إحباط وهو بيكلمه، الشخص اللي قدامك ده. وده جه مكان جوش. راح لأبوه وعرف إن أبوه السبب اللي مشى جوش من بعد حكايته بتاعت امبارح. فأبوه قال له ما تهتمش بالتفاهات دي، واداله أكل يطلعه للست الوالدة فوق علشان تعبانة بتموت غالبا، يعني بتموت. وحذروا إن ما يعملش أي حاجة تضايقها، وإن تعبانة وفيها اللي يكفيها. طلع بالأكل ولسه بيكلم في أمه بدأت تتعب وتختنق، وكان عايزة جهاز التنفس. بدأ ينضح على الأب بسرعة. الأب بيطلع وبيحط لها الجهاز، والأب زعق له وقال له مش أنا قلت لك ما تعمل لهاش أي حاجة؟ بس هو كان مظلوم ومش سامع للكلام بتاع الأب قد ما شايف أمه بتتعذب قدامه، وحاسس انها قربت تموت. فلما كان قاعد مع نفسه الاب بيجيله، والمفروض في اللحظه دي ان يواسيه او يقعد جنبه، بس باين ان الاب ما بيعرفش يوصل المشاعر لابنه او بيعرف يتعامل معاه، في حاجز وحيطه ما بينهم. فاكتفى ان ساب ابنه ومشي. بس الام بتيجي وبتساعد ابنها، بتقول له هعمل لك الاكله اللي انت بتحبها او اللي انت كان نفسي ان انا اعملها لك. فعلا بتبدا تساعده في كل التحضيرات. وبعد فتره من عمايل الاكله دي بيبقى في مكون ناقص، وبما انهم بالليل مش هيعرفوا يروحوا يجيبوها، فبتقول له تاني يوم. بس الام كان باين انها زعلانه، حتى انجل كان عارف كده، وقعد يلوم امه ان انت ممكن تموتي وتسيبيني مع الاب ده لوحدي وانا مش هعرف اتعامل معاه، وانها انانيه لو عملت كده. بس هي كانت بتحضنه وهي بتعيط. وبالليل الاب بيجيب كل هدايا الكريسماس لابنه، مع انهم مش في الكريسماس اصلا، دول في شهر 5 عادي. وقال له انه هيفتحها النهارده او بكره بالكتير، وما يعرفش ايه السبب الحقيقي. بس السبب الحقيقي انه امه ممكن ما تحضرش الكريسماس، فعايزه الاتنين يحتفلوا مع بعض قبل ما تموت. بس تاني يوم بعد ما بيفتح الهدايا الاب بيدخل وبيعيط. ساعتها انجل الاكله اللي كان عملها معاها
ما رماهاش، بل فضل محتفظ بها في التلاجة. المهم بيحكي أنجل إن بعد شهور أبوه بدأ هو اللي يعمل له الأكل ويعمل نفس اللي كانت أمه بتعمله بالظبط، بس هو ما يعرفش، ما عندوش الخبرة الكافية. فعل الأكل كان أنجل طبيعي ما بيحبوش بل بيرفضه، بس الأب كان بيغصب عليه إن لازم ياكله. بقول لك كل أنا تعبان من الشغل وما تضايقنيش. فراح لأبو الأفكار تاني. أبو الأفكار قال له ما تقلقش، كده كده الأكل الوحش أمي بتعمله وحش أهو، بضطر أكله. تاني حاجة عشان تخلي الراجل خاتم في صباعك الأكل، تعمل له أكلة كويسة. قعد يفكر أنجل إيه الأكل اللي أبوه بيحبه، وجرى على الحصالة بتاعته كسرها وطلع منها كل الفلوس وراح يشتري السلمون، لأن أبوه بيعشق أكلة السلمون المدخنة. وطلب من الراجل يعرف إزاي بتتعمل، لأنه قال له إن والدته توفت وكمان ما معوش فلوس كفاية. فالراجل صعب عليه أنجل، فقرر يديله الأكل من غير فلوس. ومن وصفة عمل السلمون يدينها بالزبدة ويسيبها على النار لمدة 10 دقايق بالظبط قبل ما الشخص يجي ياكلها. طبعا مستنى الأب، ما جاش، فيستنى ويقوم مسخنها قبل 10 دقايق، برضه الأب ما جاش، يقوم مسخنها تاني لحد ما أصبحت شبه الرماد، أحسن أكلة ممكن تشوفها في حياتك. لحد ما الأب جه تعبان من الشغل، بس المفاجأة إن الأب عجبته السلمون وكان بياكله بنهم. هل لأن الأكلة هو عملها كويس، أم لأن الأب كان جاي هفتان ولو كان شاف ورك الكنبة كان هياكله؟ ما تفهمش. فعلا راح لأبو الأفكار وقال له أنت فكرتك، أنت دماغك دي، أنت إزاي عايش معانا على الكوكب؟ بس في معلومة، ابننا ما بيحبش يشرب اللبن. فالمدرسة قالت له فين اللبن بتاعك، وأرغمته إنه يشرب لبن غصب عنه. ما قلتلك بلاش. المهم بيروح ولدنا البيت فيلاقي صوت حد غريب، وهناك بيشوف واحدة شغالة عندهم في المنزل، الأب كان جايبها. وهنا بقى بتعدي الأيام. الست ده أنا عايز أقول لك يا مشاهد بتحاول تغري الأب إنه يتجوزها أو يعجب بيها، وفي نفس الوقت بتعمل أحلى الأكلات. ثالثا هي من الطبقة الفقيرة وتتمنى إنها تتجوز الأب، فكان بتحاول تغري بكل منظر وبكل شكل. لا بس ابننا كان حويط وفاهم وواجهها، قال لها بحركاتك دي أنت مش هتعرفي تتجوزي أبويا. بس على مين يا مشاهد؟ ده كان قاعدة جايبة الشرابات وبتخيطها مخصوص للأب من غير ما يطلب، والأب بقى يلهس يوصلها لحد البيت بتاعها. ماشي، يقول للأنجل ما تفهمش أنت في الشغل بتاع الكبار دول، روح اشرب اللبن ونام. بس أنجل بيقول الحق، هي بتعمل أكل جميل جدا وكان مندهش لأنه ما كلوش قبل كده. بس بيتضايقوا حاجات زي إنها بتلبس اللبس بتاع أمه وهي في المطبخ، ودي مقدس بالنسبة له. وفي يوم من الأيام هو بيقول إن أبوه مش هيعمل حاجة، أبوه صدمه، لا ما اتجوزهاش ولكن كان طالع ديت معاها، وقال له خليك زي الراجل في البيت، هيجرى لك إيه يعني؟ استنى إن البيت بقى فاضي وشغل الأغنية المفضلة لأمه وطلع عليها فستان وبدأ يرقص وكأنه مع ست الحبايب. بعد فترة الأب بيرجع تاني البيت وبيلاقيه نايم فبيغطيه، فباين برضه إنه من قسوة الأب بس بيحب ابنه. وباين برضه لما شاف الفستان بتاعها بدأ يعيط على مراته، وده معناه إن هو لسه بيحبها لحد دلوقتي. المهم بما إنهم من طبقة أغنياء كانوا رايحين حتة حفلة بتاع أغنياء بليارديرات، وكانوا مستنيينها عشان هياخدوها معاهم. وطبعا كان جاية زي الملكة مشرفاهم وهي رايحة لهم، ركبت معاهم وطبعا وصلت ماشي وسط الهوانم، عاملة نفسها هانم بنت هانم بنت الخدامة. ولما قربت وسلمت أنجل قال دي الخدامة اللي شغالة عندنا، اللبس بتاعكم ما يغوب، فضحها في ثواني. بس هي كان باين عليها برضو من القعدة بتاعتهم مع إيه، أنت فاهم، ناس أرستقراطية المفروض مش عارف يتكلموا عن سعر الدولار، أما هي كان قاعدة بتتكلم إزاي تغسل المواعين، الأرضية لو فيها وسخة ماسكة قوي إزاي تشيلها، إزاي تعمل المحاشي، ومواضيع كده إيه ما تليقش بالبدل اللي موجودة في المكان. بس ابننا مش مهتم دونت كير بكل العبث اللي بيجرى، هو شايف قدامه حتة أكل عمره ما كله بالطعم ده، فكان مشغول في الأكل لحد ما خلصوا اليوم الجميل بتاعهم ووصلها البيت زي البرنسيسة. بعد كده طلب من ابنه يقعد جنبه وقال له هي مش وحشة يعني، يجي منها مش هتزعل لو حصل خطوة ما بينه وما بينها. نايجل ما قدرش يستحمل الكلام، قام رجع. بعدين تاني يوم كان بيتفرج عليها وهي بتنظف العربية وكأنه شمتان أو عمل الحركة دي بقصد. المهم الست دي برضو متجوزة، خلي بالك يا مشاهد، يعني ايه مش سنجل. فابو الأفكار قال له يعني ده نزوة بتاعت الأب، وبعدين لما جوزها هيعرف الموضوع هيضربها ومش هتروح تاني لأبوه. فابو الأفكار طمنه. الأب قام ندى على ابنه وخده في مكان، قال له مفاجأة بقى، سيبنا فاجئك النهارده، سيب نفسك ليا. فضلوا ماشيين بالعربية لحد ما وصلوا البيت ريفي، والابن مستغرب ايه المكان ده، ومستغرب من الأب اللي عمال يقول له ايه رأيك في المكان، حلو هيعجبك ولا ايه، لحد ما بيلاقيها هناك ويعرف انهم هم الثلاثة المفروض يعيشوا في هذا البيت الريفي. كده هيبعد عن أبو الأفكار وهيبعد عن مدرسته، فكالعادة اللي متربى عليها بيجري بسرعة
عشان يبقى قاعد مع نفسه وحاله. فبتروح له تقول له ان هي عارفه انها مش زي امه، بس يحاول معاها هتبقى كويسه معاه. بس برضه قال لها كلام وحش وانه بيكرهها. هنا قلبت شويه عليه، قالت له ما انت هتتعامل معايا كويس يا هعاملك زي مرات الاب وهيبقى غصب عنك. المهم بقى مشاهد بتعدي الايام وفعلا بتبقى زي ما قال الكتاب، ربة منزل، اكل وغسل مواعين، وحتى ابننا بيكبر من حلاوه الاكل. بعدين الواد بيبان انه في المدرسه وحيد شويه على انه بيعشق ماده الاقتصاد المنزلي وانه يخش المطبخ عن باقي الحصص التانيه، حتى الكل بيضحك عليه. بيعشق عمايل الاكل، وعمل فعلا اكله وخدها كده في السر، ماشي استخبى خالص من مرات ابوه، دخل بيها وكان عاملها مفاجاه، كان هيتكشف بس قال لها والله انا كنت بجيب بس شويه ملح. واستنى والده لحد ما جه وقت العشاء وجربوا الاكله مع بعض، وابوه كان منبهر بالاكل، قال له لا ده انت كل اربع تعمل لنا الاكله دي. بس هي كانت متضايقه، حاسه انه بياخد منها المهمه بتاعتها، وفعلا هو كان بيطبخ بس هي كارهه الموضوع. ويبان في ماده الاقتصاد المنزلي ان هو الولد الوحيد وسط كل البنات اللي بيعمل اكل جبار، ولما يجيبوا البيت كان بتخلي الاب ياكل الاول عشان يشبع وما ياكلش الاكل بتاعه. شوف الخبز، بس الواد باين انه اكله جامد لدرجه البنات اللي هناك كلهم بيجروا وراه عن الاكل. كل ما يعمل لابوه اكله تكون مرات ابوه سبقته وعبت التانك بتاع الحاج، فما بقاش عايز ياكل تاني، لحد ما قالت له اسمع سيب لعبه الاكل دي بتاعتك. ساعتها بص للكيك بتاعها وقال انه هيعمل احلى منها، فطلب منها يعرف الوصفه. قالت له انسى، كار ده مش كارك. فبدأ يشوف كل الوصفات ويعمل ويجرب كل الأطعمة وكل الأنواع، بل كمان بدأ يشوفها وهي بتعمل الأكل ويستخبى وياخد منها الوصفات من غير ما تعرف. شافها مشاهد عملها طبق الأصل اللي هي بتعمله، ولما رايح بكل فخر ناحية الأب علشان يدوق الوجبة بتاعته، الأب قال له ابعد عني ابعد عني، انت والست دي هتموتوني من كتر الأكل. فخد أكلته لوحده في المطبخ ومستني. فهي بتيجي بتدوق كده تشوف عمايله عامله ايه، وتلاقيها انها زي الكيكه بتاعتها بالظبط واحلى. بتتقهر، تخلي بالك دي بتاعت الوصفه بتاعت امي، انت سارقها مني. فبتتضايق وتقول له برضه عار وترمي له الاكله بتاعته. ساعتها الاب بيدخل، انت بتضايقها ليه؟ بتغضبها ليه؟ فالاثنين بيتعصبوا، يقول له يحترم نفسه بدل ما الاب هيرميه في دار رعايه. مش مشكله، لان تاني يوم ما راحوش دار رعايه، راحوا يتجوزوا بعض. الاب ومرات الاب اصبحوا زوجا وسيده رسميا، وكانت هي عامله كل الاكل في الاحتفال. بس جدته كان منبهره باكله وقالت له هي دي فعلا حقيره مش زي امك، بس بتعمل لك اكل حلو. المهم برضه ابننا قعد كام يوم كده وزهق بقى، يقرر يعمل حاجه جديده، يروح يقدم في مطعم اكل. وكان سنه 16 سنه. ساعتها صاحبه المطعم استغربت سنه صغير على انه يعمل اكل، وجربته وفعلا كان الولد ممتاز. بعدها لما روح سالته انت كنت فين؟ قال لهم ان هو اشتغل جديد وهيبقى طباخ وهيسيبهم براحتهم في البيت. فكانت متضايقه وكانها برضو يعني هي بتعزه بس بتكرهه في نفس الوقت، ومش عايزاه يجي على اللعبه بتاعتها اللي هي الاكل، واتخانقوا مع بعض. ساعتها الاب كان متضايق جدا من خناقاتهم اللي سوا دايما. وبالليل الابن بيلاقي ان ابوه بيعيط بيبكي. هل ساعتها الاب كان بيعيط علشان الام وحشاه، ولا حس انه اتجوز جوازه غلط، ولا كان مضغوط؟ وفعلا مرات ابوه برضه في المطبخ كان لاول مره بيشوفها بتعيط على صوره عائلتها اللي سابتها عشان تتجوز الراجل الغني، وكانت نوعا ما صعبانه عليه شويه عشان يصحى تاني يوم ويروح شغله. ولما يرجع يكتشف خبر وفاه والده، ابوه توفى. وهنا بيحمل الذنب لمرات ابوه ان هي السبب في وفاته، بس حضنته وعيطت لان اصبح ملهاش اي عيله غيره هو، لانها لو رجعت للعيله القديمه هيقتلوها. بس بيسيبها لوحدها وبيقول ان هو مش هيعيش معاها تاني، وهي مع نفسها ومش عايز يشوف وشها تاني، وبتعيط وكانه كان هو الوحيد اللي عيلتها بس سابها. وبنشوفه راكب وماشي وناوي يبدأ حياة جديدة، وفعلا بيروح لطباخ في المدينة يعرفه على أكله. طبعا الطباخ برضه سنك صغير بس بيحس إنه الواد ده محترم وبيقرر يديه الفرصة. وساعتها يبدأ كارير نايجل، وهو أشهر طباخ بريطاني في فترة الستينيات، وبيظهر على التلفزيون، ودي قصته الحقيقية. يعني ده الشيف الشربيني بتاع بريطانيا. وبينتهي الفيلم. فيلم صغير كده جبت لك ايه، ما تأخرتش في الأيام عشان تشتاق إليها مشاهد وأنا أشتاق إليك، ولو بنشتاق لبعض قوي هتلاقينا على الانستجرام مش هتشتاق لي. اقترح لي فيلم زي ما شخص اقترح لي الفيلم ده. سلام يا مشاهد.